فدي المره دي خارجه تماما عن كل هذا الكلام. وفي نفس الوقت حتى عفوا يا دكتور، احنا بس بنتابع على الشاشه، احنا بنسمع حضرتك جانب من الاحداث وما يحدث في جامعة الأزهر فرع البنات وأحداث العنف والشغب المستمرة، واللي بتأتي في إطار طبعا احنا متابعينه على مدار الأيام القليلة الماضية، اللي مستمرة فيها عملية التصعيد من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعملية العنف اللي بتحصل على مستوى الجامعات أو في من خلال مسيرات ووقفات احتجاجية شفناها بالأمس، تحديا لكل القوانين الصادرة الآن فيما يتعلق بقانون التظاهر والقرار الذي صدر بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وهذا التحدي الذي يظهره الكثير من مؤيدي جماعة الإخوان أو الرئيس المعزول، واللي وصل إلى حد حرق سيارات وتخريب وأحداث عنف وشغب وترويع للآمنين، كل شافوا على الشاشات من خلال المتابعة الإعلامية، ولسه مستمرة المشاهد أمام حضراتكم الآن. اتفضل يا دكتور. الحقيقة حاجة محزنة قوي قوي اللي بيحصل ده الحقيقة يعني. فالمهم نرجع تاني، زي ما بقول لحضرتك في عندنا حاجات معينة، لما جمعية بتعمل حاجة مش مظبوطة لها إجراءات معينة وبيتضمنها القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات. فلما جينا بقى قلنا دي هنطبقها ازاي، وان احنا مستعجلين عشان رفع القيد ده، فقلنا نعمل حاجة سريعة. السريعة ديت ان يتكون لجان، بس النهاردة علشان تكون لجان وعندك 1055 جمعية طبعا مش سهلة، فقلنا لا نسرع بقى. حضرتك لما تيجي بالنسبة لوزارة التضامن، عندك في القاهرة الوزارة، وفي كل محافظة من المحافظات في مديرية. نعم. مديرية الشؤون أو مديرية التضامن في كل محافظة. بص حضرتك، عفوا ان مقاطعتك يا دكتور، الصورة مستمرة كمان في مناطق أخرى، كلية الزراعة في جامعة الأزهر، وأصبح هذا هو المشهد المتكرر اللي احنا بنشوفه في الجامعات اللي هي في الأساس هي منشأة تعليمية أو مؤسسة تعليمية وتربوية. احنا شايفين المشهد ده متكرر طوال الوقت في نمط سلوكي ملوش أي علاقة بالطالب أو توجهات الطالب أو الهدف من إنشاء الجامعات ومن ذهاب الطالب للجامعة. كل ده بينتفي تماما مع المشاهد اللي احنا شايفينها دي، اللي تحولت فيها العملية إلى ما هو أشبه باللي حضرتك قلت عليه من شوية، فكرة إن أصبح في ما يشبه الميليشيات هنا وهناك اللي بتتصرف بشكل يعني في خرق لأي قانون لأي دولة من دول العالم. هنعرف تفاصيل أكتر، معنا الزميل كريم رجب يتابع الأحداث من جامعة الأزهر. الزميل كريم رجب، احنا سامعينك، قول لنا آخر التطورات عندك. نعم، يعني الآن يعني بدأت الاشتباكات منذ عدة لحظات بين قوات الأمن وطلاب التابعين لتنظيم الإخوان الذين يتمركزون يعني خلف سور مدينة الطلابية للبنين بجامعة الأزهر. هناك بعض عدد من الطلاب أمامي يعني تسلل من خلال الثغرة التي أحدثوها داخل هذا السور الذي يفصل بين جامعة الأزهر البنات والمدينة الطلابية للبنين، ودخلوا إلى داخل الحرم الجامعي الخاص بجامعة الأزهر فرع البنات، وقاموا بالاشتباك مع قوات الأمن وألقوا بعض الحجارة على قوات الأمن، في حين قوات الأمن قامت يعني بالرد عليهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع. ويعني العملية هنا يعني بين الحين والآخر يحدث نوع من القر والفر بين هؤلاء الطلاب وبين قوات الأمن. أيضا يعني هنا يعني تواجد عدد من القيادات الأمنية داخل أسوار جامعة الأزهر فرع البنات، وأيضا هناك القيادات من جامعة الأزهر يتابعون العملية الامتحانية، عملية الامتحانات التي بدأت تقريبا منذ حوالي ما يقرب من نصف ساعة، يعني حيث دخل جميع الطالبات إلى داخل المكان المخصص لأداء الامتحانات، وبالتالي تسري عملية الامتحانات بشكل طبيعي. لكن كان هناك شكوى من بعض الطالبات، خاصة أن هناك آثار من الغاز المسيل للدموع داخل بعض اللجان التي يؤدي فيها هؤلاء الطالبات يعني الامتحان، وتم تخصيص أو توفير مكان آخر لهم لإجراء الامتحان حتى لا يؤثر عليهم أثناء كريم، العنف مستمر إلى الآن؟ أحداث العنف مستمرة ولم تتوقف، ولا حاليا الأمور اختلفت؟ يعني عملية العنف أو الاشتباكات هي عملية متقطعة بين قوات الأمن وهؤلاء الطلاب، يعني تستمر أو بدأت حوالي منذ 3 ساعات وتستمر حتى الآن. يعني هي اشتباكات متقطعة وليست مستمرة. يعني الآن يوجد في هذه اللحظات تحديدا هدوء حذر يعني في العملية داخل جامعة الأزهر فرع البنات، وهناك الطلاب ما زالوا يتمركزون ناحية السور الذي يفصل بين الجامعة والمدينة الطلابية، ويعني العملية هادئة الآن. لكن يعني ما يبدو أن هذه الاشتباكات يعني
تأتي متقطعة، وأن هدف قوات الأمن من وجودها داخل أسوار جامعة الأزهر فرع البنات هو يعني عدم تعطيل عملية الامتحانات، وأنها يعني لابد أن تسري كما أكد لي الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر، وأن قوات الأمن قوات الأمن ستتواجد أيضا منذ الصباح الباكر يوم غدا حتى يتم إجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة ولا يؤثر على الطلاب الذين أتوا اليوم لكي يتم إجراء الامتحانات لهم. بشكرك الزميل كريم رجب، شكرا جزيلا لهذه المتابعة. ومشاهدينا يعني الجدير بالذكر انه لو حضراتكم تابعتوا اللقطات اللي عرضناها على الشاشة منذ قليل، المشهد اللي شفناه من كلية الزراعة بجامعة الأزهر في طلاب بيرموا طوب أو بيلقوا بالحجارة وهم بيضحكوا، يعني بيبصوا للكاميرات وبيضحكوا. واعتقد ان المنطق بيقول او العقل بيقول ان الانسان اللي مقتنع ان هو صاحب فكرة او حتى مضلل ولكنه مقتنع انه بيقاتل من اجل فكرة او انه بيعمل حاجة لها هدف، كل ما يروج للمجتمع المصري او لوسائل الاعلام المؤيده لهم للرئيس المعزول وللاخوان ان في قضيه، ان هم اصحاب قضيه، وان هم مقهورين ومظلومين الى اخره، ولكن في النهايه ان طالب واقف بيرمي طوب في مكان او بيخرب واقف بيضحك، فده علامه ودلاله على انه في حاجه غلط، ان المشهد مختلف تماما عن فكره ترويج ان في قضيه وان احنا اصحاب قضيه وان احنا بندافع عن الحق الى اخر ما يروج كل يوم للشعب المصري وللمجتمع المصري لمحاولة إحداث مزيد من الفرقة أو الانقسام أو إحداث حالة خلل أو شلل في الحركة التعليمية أو الاقتصادية أو العمل أو المرور إلى آخره. مش ممكن المشهد اللي فيه إنسان واقف بيخرب، واقف بيبص الكاميرات بتتابع الحدث وبيضحك، ده فيه تناقض شديد جدا وبيطرح علامات استفهام. من هو هذا الشخص؟ هل هو طالب له فكر مغلوط أو مضلل ومعتقد أنه معتنق لفكرة معينة أو بيدافع عنها وأنه صاحب حق فيها، ولا هو إنسان موجه أو مأجور أو مدفوع الأجر إلى آخره؟ لأن شيء مشهد غريب ومنفر ان واحد واقف بيخرب مكان او منشأة وبيضحك في نفس الوقت. عفوا يا دكتور مصطفى.